مش كل حاجة شايفها بعينيك هتكون هي الحقيقة. الشيخ العريفي بيحكي قصة جميلة قوي. بيقول مرة كنت في المسجد وبعد ما خلصت الخطبة خرجت ما لقيتش حذائي، ما لقيتش الا فردة واحدة، فقلت هاخدها اعمل بيها ايه؟ اسيبها عشان اللي خد الفردة الاولى يستفيد بالتانية او لعلي الاقيها، المهم يحصل استفادة من اي نوع. ومشي وجه في صلاة العصر فركب عربيته طبعا ومشي من غير الحذاء، وجه في صلاة العصر وهو خارج بيبص لقى الفردة التانية بتاعت الحذاء، لقى الفردتين بتاعوا الحذاء. مين اللي واقف وبيبص عليه؟ عامل من عمال النظافة. فشافه هو جاي بحذاء وداخل المسجد بحذاء، فجي رايح واخد الحذاء اللي هو مركون اللي هو بتاعه في الأصل اللي سابه في صلاة الظهر، وخده دخله في العربية ومشي. يبقى إذن لابس حذائه اللي هو كان جاي بيه وخد حذاء كمان من قدام المسجد. راح العامل لإمام المسجد وقال له أنا عرفت مين اللي بيسرق الأحذية وتأكدت خلاص، شفته بعيني هو بيسرق حذاء قيم وبياخده يدخله في عربيته. قال له مين؟ قال له قعد يوصف له كذا كذا كذا، فقعد يضحك. ولما رجع الشيخ تاني يوم، الشيخ العريفي لما رجع المسجد، امام المسجد بيحكي له بيقول له تخيل عامل المسجد جه وصفك ليا بدقه وانت بتسرق الحذاء من امام المسجد. فاحنا عايزين نقول العبره والعظه في القصه ان مش كل اللي عينينا تشوفه نصدقه ونتهم بيه الناس. ممكن في لبس بيحصل، في لبس بدون اللبس ده ممكن يلبس حد جريمه هو ما ارتكبهاش. في موقف الشيطان بيحضره وبيجهزه، احنا مش واخدين بالنا وبنعمله بتلقائيه. حد تاني داخل لقى بنعمل الموقف ده، او بحط ايدي في شنطه حد علشان احط حاجه، او بقفل السوسته بتاعت شنطتها عشان لقيتها مفتوحه تتفهم غلط. ولبس كتير بقى، مواقف متعدده، ده حاجات من ترتيب الشيطان وهو النفس. فبلاش كل اللي نشوفه نصدقه. احد الصحابه شاف واحد وهو بيسرق، شافه بعينه، فلما راح قال للحاكم فلان بيسرق بيت فلان وجاي فلان اللي مسروق بيته بيشتكي، قال له في شاهد ان شافه بيسرق. جابوا السارق قالوا له فلان شافك، قال له لا والله ما سرقت، والله ما سرقت. الراجل الشاهد قال ايه؟ صدقت يا رجل وكذبت عيني. انا مش هحط نفسي في موقف كبير، انت صادق وعينيا كذبت. وتنحى عن الشهاده وبعد. يا ريت بلاش نسيء الظن ببعض. سوء الظن بيخلي الناس تخسر بعض، بتخلي المسافات تبعد قوي قوي. فيا ريت نحسن الظن.